اوصل لكم اليوم الشرح طبختي اليوم. معكرونه مطوره، عندي دياي صدوع قطعته بهذه الطريقه، حطيت كريمه مالت الطبخ، حطيت زعتر خفيف، وحطيت نعناع مطحون جاهز، وفلفل وكركم وبزار دياي البيت، بهارات البيت بهذه الطريقه تقريبا. وعندي هني مع زيت الزيتون ومالح الماء يفور، على طول بنزل المعكرونه لان الكميه كبيره عليه، بس خلاص نبطل الكيس. انا ما ضحك كم كيس مبطل عندي بهذه الطريقه. نشوف المرحله اللي بعدها. عندي ستاند بعد جايبه من الدوحه اقدر اصور. هذه الخليط شوفت عينكم نزله بهذه الطريقه. وايش بننزل؟ الشبنث والبقدونس كله يميع بننزله، بس ما يدري انا بصور لكم خلاص. هذه المكونات نخلطها كذي. بعد بحط نعناع شوي، شوف الالوان يا الحبيب، شوف تفرج تفضل كذي. انا حاط كميه معكرونه كبيره بس زينه. الان بس على نار هاديه لمده نص ساعه لا تمر. يا سلام. نعناع هذا اللي حطيته اليوم طبختي معتمده عليها بهذه الطريقه كذي، وباقي الشبنث اللي بقى مع البقدونس كذي، نخليه على نار هاديه ونكتمه لمده نص ساعه 20 دقيقه بالكثير. تفضل معي، تفضل تعال اسمع الريحه، بس تعال اسمع الريحه رهيبه.